معانا اول تليفون نقول الو. الو. اهلا بيكي معانا في حلقتنا النهارده. اهلا استاذه اميره. تحبي تعرفي بنفسك ولا مش عايزه تقولي؟ لا اعرف نفسي، انا كنت مع حضرتك الحلقه اللي فاتت. اهلا بيكي. اهلا، نور الهدى. اهلا بيكي يا نور معانا، واحكي لنا هل عندك ظروف يعني معينه، يعني هل ارتبطتي وكان في انفصال ولا لا؟ انا مريت بتجربه الطلاق. هي كانت تجربه قاسيه جدا طبعا. اتجوزتي قد ايه وانفصلتي بعد قد ايه؟ اتجوزت 3 سنين. كانت مده الجواز 3 سنين. هل في اطفال ولا لا؟ معايا طفل واحد. نور، أنا مش هسألك عن أسباب الانفصال لأن احنا اتكلمنا عنها أكيد الحلقة اللي فاتت، لكن عايزة أسألك حياتك دلوقتي عاملة إزاي والمجتمع يعني بيتعامل معاك إزاي؟ تسمحي لي بس الأول أتكلم في نقطة مهمة. اتفضلي. هو بعد الانفصال مباشرة غالب جدا الأزواج بترفض تدي المطلقة حقوقها. يعني انتي الحقوق الخاصة بيكي ما خدتيهاش لغاية دلوقتي؟ لا ما خدتهاش للأسف. أنا مطلقة بقالي 5 سنين. وما خدتش حقوقي نهائي. حتى الولد مش بيصرف عليه. وده الغالب، يعني هي ابسط كلمه قالها لي عندك المحكمه، لو عرفتي تاخدي حقوقك فيها روحي خديها. طب هو بيرفض ليه يا نور؟ يعني هل في اسباب معينه ان هو يرفض حتى يصرف على ابنه؟ لا هو عنده خلاص، يعني عند من باب العند. وده الاسباب كلها بتعمل كده، ترفض تدي الزوجه حقوقها ولا عندك المحكمه. لجأتي للقضاء يا نور؟ طبعا لجأت للقضاء، ودي نقطه عايزه اتكلم فيها مهمه فضل. جدا. ان القضاء في مصر غير المنصف. ده رأيك يا نور؟ يعني لجأتي ايه المشاكل اللي عانيتي فيها بقى في مرحلة رفع القضايا الخاصة بيكي؟ انا دارسه حقوق، خريجه حقوق. عايزه اقول لحضرتك ان قاضي الاحوال الشخصيه اسمه قاضي الامور المستعجله. بيحكم بسرعه. المفروض هو ان في محكمه اسره عندنا كمان بدات يعني تفعل. لكن القضيه بتفضل في المحكمه 3-4 سنين. انت عارفه يا نور كان بتفضل قبل كده قد ايه؟ عشان سيده مثلا تاخد حكم بالطلاق حتى يعني قبل ظهور قانون الخلع. ويمكن ده اللي كان السبب. يعني المطلقه اللي بتطلق عايزه مصدر تصرف منه على ابنها وعلى نفسها. يعني طفل عشان يتحكم له بنفقه 3-4 سنين وفي الاخر يتحكم ب 200 جنيه. انت اتحكم نفقه ابنك دلوقتي ولا لسه؟ اتحكم 200 جنيه. 200 جنيه في قد ايه؟ في الشهر؟ في الشهر 200 جنيه في الشهر. طب بتعملي ايه بقى بال 200 جنيه؟ بتجيبي له ايه يعني بقى؟ ولا يعني ايه 200 جنيه؟ هما ما يجيبوش الا شيبسي وعصير تقريبا يعني. يعني في الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده وابنك يتصرف عليه 200 جنيه ازاي؟ وداخل مدرسه السنه دي، يعني لما بقول لحضرتك هما يجيبوا شيبسي وعصير بس. طب قولي لي يا نور، يعني برغم المشاكل اللي بتعانيها في سبيل انك تربي ابنك صح، وعايزه اعرف منك بتواجهي المجتمع ازاي، او المجتمع بيتعامل معاكي ازاي؟ هو انا مش هتكلم عن نور، انا هتكلم عن المطلقات عموما كتير. اكيد يعني بتقابلي حالات وشفتي ناس كتير كده برضو في نفس الظروف. اتفضلي. نظرة المجتمع للمطلقه ان هي معيوبه، هي السبب في الطلاق، منبوذه من المجتمع. ما يحقش فيها تقريبا ان هي تعيش، يعني هي تدفن نفسها. ولو فكرت تتجوز يا رجل كبير في السن، يا مطلق، يا معاه اولاد، يا ارمل. ما ينفعش ان هي تتجوز واحد عازب زيها. يعني ليه بقى يا نور؟ انت شايفه ان هما بيبرروا المواقف دي ازاي يعني، او بيحكموا على المطلقه بالشكل ده ازاي؟ صدقيني انا مش عارفه، يعني انا مش فاهمه ليه نظرتهم كده للمطلقه، مع ان المطلقه دي انسانه وعانت، وان هي استحملت كتير. يعني ما فيش واحده ست هتلجأ للطلاق الا لما هي تكون مرت بظروف قاسيه جدا، وما لقيتش اللي هو دوت الحل الوحيد. اوصفي لي حياتك دلوقتي يا نور. هل قررتي انك تتحدي المجتمع ولا طبعاً يعني انهزمتي؟ طبعا لا طبعا. بصي واقفه وصامده الحمد لله، وابني معايا ومكمله، وان شاء الله هربيه وهخليه احسن حد في الدنيا كلها. وحياتك يعني بتفكري برضو لو ظروف سمحت لك ان يكون في عندك حياه جديده، ولا توقفتي عند ذلك؟ لا هي الدنيا عمرها ما تقف على حد، ولا عمرها تقف على حاجه. اكيد هفكر ان انا هتجوز تاني، واكيد هفكر ان انا هرتبط تاني، بس بدل ما هفكر مره هفكر مليون مره لما اجي ارتبط بشخص تاني. هتبقى في اسس ومعايير اختار على اساسها. نور، كلمه اخيره تقوليها للناس اللي بتسمعنا واللي يمكن حكمها ظالم على المطلقه. عايزه اقول لهم ان المطلقه مش معيوبه ومش ناقصها حاجه، وان المطلقه دي ست ب 100 راجل
اتحملت ومتحمله مسؤوليه نفسها ومتحمله مسؤوليه اطفالها لو معاها اطفال، وبتصرف عليهم وبتعلمهم وبتكبرهم. واخر حاجه عايزه اقولها ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام اتجوز المطلقه وجوز الارمله وجوز الاكبر منه والاصغر منه واللي كانت مخطوبه قبل كده واللي كانوا اهلها يهود. عايز يقول لهم انا خير خلق الله، اتجوزت المراه بجميع تفاصيلها. انتوا مين انتوا عشان تبيعوا وتشتروا فيها؟ يعني عايزه اوصل للناس كلها ان المطلقه ديت انسانه يعني زيكم وزيها. في ايه؟ ليه بتعاملوها؟ ليه نبذلها؟ نور، كلماتك صادقة جدا جدا وواصلة لكل حد بيسمعنا دلوقتي، وانا حاسة بنبرة صوتك كمان يعني فيها صدق شديد وفيها ألم في نفس الوقت. أنا بتمنى إن النبرة دي ما اسمعهاش تاني يا نور، واسمعك كده بتضحكي ومبسوطة وانتي في أحسن حال ومبسوطة بابنك ومبسوطة بحياتك اللي جاية وتواجهي كل التحديات اللي بتواجهك واحنا معاكي إن شاء الله. شكرا ليكي على مداخلتك معانا. متشكرة جدا. شكرا. كأني عايشة من غير أمان في أوضة كبيرة ملهاش باب، ملاك خانق لي حياتي، زهق وأي احتمال، كأني عايشة من غير أمان في أوضة كبيرة ملهاش باب، ملاك خانق لي حياتي، زهق وأي احتمال. أنا عايزة أعيش ساعات مفيش، وكفاية خلاص تعبانة دي كآبة دي. أنا عايزة أطير فوق السحاب، هستنى إيه؟ أنا عايزة أعيش ساعات مفيش، وكفاية خلاص تعبانة دي كآبة دي. أنا عايزة أطير فوق السحاب، هستنى إيه؟ أنا عايزة أعيش، أنا عايزة أعيش فوق السحاب. نور يا جماعة كانت بتتكلم مش عنها هي وبس، لكن بتتكلم بصوت بنات وسيدات كتيرة جدا بيعانوا من المشكلة دي. ليه المجتمع بيظلم السيدة المطلقة وليه بيتعامل معاها على أنها شخص منقوص أو شخص فيه عنده مشكلة؟ احنا عايزين نسمع من الناس اللي ممكن تكون بتحكم على السيدة المطلقة بهذه الأحكام الظالمة. اتمنى ان يكون عندهم الجراءة ان هم يتواصلوا معانا ويتصلوا بينا ويقولوا لنا بكل صراحة. يعني في بعض الشخصيات ممكن يحكموا على السيدة بهذه الأحكام الظالمة. هي وهي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.